مقرة دخل هذه المباراة للاستثمار في مشاكل الهلال والعودة بنقاط المباراة، وكان له ذلك رغم البداية الجيدة لأصحاب الأرض الذين هددوا مرمى نجم مقرة عن طريق زواد صاحب هذه التسديدة التي حولها حارس إلى ركنية. ثم كرة ثابتة من شعيبي تصطدم بالجدار، ثم في المرة الثانية القائم ينقذ شريف محمد طالب من هدف محقق. هلال شلغوم العيد لم يصمد طويلا، بحيث في الدقيقة 40 اللاعب قدور شريف يسكن الكرة شباك الحارس زلة مفتتحا مجال التهديف. دقيقتان بعد ذلك غانم فؤاد يضيف الهدف الثاني في شباك الهلال. هدفان ل0 كانت نتيجة الشوط الأول. نفس سيناريو الشوط الأول عرفه الشوط الثاني. البداية كانت لأصحاب الأرض وكرة شعيبي تلامس العارضة هنا، ثم لصالح الهلال دائما هجوم منسق، لكنه كان يفتقد للمسة الأخيرة. نجم مقرة كان أكثر واقعية وأضاف هدفا ثالثا عن طريق صلاح حميدة في الدقيقة 70، ثم هدف رابع في الدقيقة 79 بكيفية جميلة جدا من توقيع العرفي عمار. مهرجان الأهداف اختتمه اللاعب غانم فؤاد في الدقيقة 90، 5 أهداف نظيفة و3 نقاط ثمينة تضع نجم مقرة في المركز التاسع ب20 نقطة.